صاحبتي خانت ثقتي بطريقة مستحيل أتخيلها. كان عندي عملية كبيرة متخطط لها من أكتر من سنة، وكانت ضرورية جدا، والدكتور قال لي إني هحتاج شهر على الأقل عشان أتعافى. ما كانش ينفع أقعد في بيتي لأني كنت هقعد مع أختي اللي بيتها أقرب للمستشفى وتقدر ترعاني. أكبر قلق كان عندي هو بيتي والقطتين بتوعي. كنت محتاجة حد يعدي عليهم يوميا ويطمن إن البيت تمام وأنا مش موجودة. قبل حتى ما أطلب، ليان صاحبتي عرضت عليا المساعدة وقالت لي بكل سهولة إن الموضوع مش حوار خالص. إحنا أصحاب بقالنا 8 سنين. قلت لها إني هديها فلوس مقابل الشهر ده، وهي قالت لي إن ده كتير، بس أنا أصريت. العملية نجحت وصحتي كانت بتتحسن. كلمت ليان كام مرة أطمن، وكانت دايما تقول لي إن كل حاجة تمام. بعد 4 أسابيع أختي وصلتني البيت بالعربية. كنت لسه بتحرك بالعافية وببطء، والدكتور أصر إني ما أعملش أي مجهود. كنت فاكرة إني هدخل ألاقي بيتي نظيف، بس اتفاجأت بكابوس. أول حاجة ضربتني كانت الريحة. الرمل بتاع القطط ما كانش اتنظف بقاله أسابيع، وكان في إزارة على الأرض حوالين الصناديق، لأن القطط الغلابة ملقوش مكان نظيف. الحوض في المطبخ كان مليان أطباق مش بتاعتي، واضح إن في حد كان بيطبخ في مطبخي. كان في علب أكل جاهز على الرخامة فيها بواقي أكل معفن، ده غير الزبالة في كل مكان. الصالة كانت مليان كوبايات وأطباق فاضية في كل حتة، والكنبة عليها بقع ما كانتش موجودة قبل كده. الزرع بتاعي كله مات. كلمت ليان فورا وسألتها إيه اللي حصل ده؟ قالت لي إنها انشغلت والموضوع هرب منها. سألتها إزاي الوضع يوصل للدرجة دي؟ قالت لي المهم إن القطط كويسين وده اللي يفرق. سألتها عن الأطباق والزبالة. قالت لي إنها عزمت صحابها كام مرة كده، بس كنت ناوية أتنظف قبل ما أرجع والوقت سرقها مش أكتر. يعني كانت بتعمل حفلات في بيتي وأنا في المستشفى. وقالت لي إنها افترضت إني مش هزعل طالما البيت فاضي كده كده. قلت لها إن الموضوع يزعل جدا، فردت وقالت إني قليلة الأصل ومش مقدرة، إنها عملت فيا جميل كبير وشالت قطي شهر كامل. قلت لها إنها ما شالتش أي حاجة، وإني محتاجة مفتاحي فورا. جابت المفتاح التاني يوم ومشيت من غير ما تتأسف حتى. قضيت ال3 أيام اللي بعدهم تنظيف وأنا مش قادرة أمشي حتى. بعد 3 شهور ليان اتصلت بيا ولا كأن حاجة حصلت. قالت لي إن عندها زيارة برا البلد، وطلبت مني أخد بالي من الكلب بتاعها لمدة أسبوعين. كنت هفطس على نفسي من الضحك. قلت لها إني مش فاضية. سألتني وراكي إيه يعني؟ قلت لها مش مهم ورايا إيه، المهم إني مش هقدر أساعد. قالت لي أنا افتكرت إننا أصحاب. ردت عليها أنا كمان كنت فاكرة كده لحد ما رجعت من المستشفى لقيت بيتي كله زبالة. سكتت شوية وقالت ما أنا اتأسفت لك على الموضوع ده. قلت لها أنت عمرك ما اتأسفتي ولا بكلمة. قالت طب اديني بتأسف، ممكن بقى تساعديني؟ قلت لها لا. سألتني ومين بقى اللي هيهتم بالكلب بتاعي؟ قلت لها دي مشكلتك انت مش مشكلتي، وقفلت السكة في وشها. في الآخر ليان اضطرت تدفع 500 جنيه لابن عمها عشان يهتم بالكلب، اللي بالأخير باعه في تاني يوم من بعد ما هي سافرت. القطط بتوعي بقوا كويسين دلوقتي، جبت زرع جديد واشتريت كنبة جديدة. أنا وليان ما بنتكلمش من ساعتها. هي لسه بتقول للناس إني خنتها وما وقفتش جنبها، بس هي متعرفش مين اشترى الكلب بتاعها وجاري الصيني حبه جدا.